واحد دردشة مسائية. اشنو اللي كيخلينا يعني كأشخاص اللي احنا عاديين اننا نبغوا نتبدلوا؟ شنو الدافع اللي يخلينا نتغير؟ ياك احنا عاديين بتليفوناتنا، عندنا الويفي كنضلوا نسكروليو في مواقع التواصل الاجتماعي، مدوزين الوقت. يعني مدوزين الوقت، ها اخبار فلان، ها اخبار فلان، ها اخبار فلان، تفرجوا في حياة هذا، في حياة هذه، وغادا الامور صافي. وكنقوموا بدوك الاعمال ديال المنزل، واو صافي. وكيجي الليل عادي، والغد عاوتاني راه نفس الحاجه، نفس الحاجه كتعاود. شنو هما الحوايج اللي كيخليونا نتبدلوا ولا نبغيو نخرجوا من ديك منطقه الراحه ونتبدلوا، نبدلوا حياتنا ونبدلوا العادات ديالنا اللي هما؟ وكيفاش كنعترفوا بان مثلا هاد العادات اللي عندنا راهم غالطين وخاصنا نبدلوهم بعادات يعني احسن منا، ولا نقلبوا على واحد النسخه اللي افضل منا؟ نعطيكم انا يعني بالنسبه ليا، ربما تنطبقت عليكم نتوما. الا كانت كتنطبق عليكم نتوما يعني فانتوما في حاجه يعني ماسه الى التغيير، او انكم تبدلوا شي شويه من العادات ديالكم. ماشي 100%، وانما نتوما تبداو تبدلوا العادات ديالكم. الا مثلا كنتي مع الصباح تتفيق مدقدق، والقلق المستمر، والارق في الليل، وكثرة المشتتات، تتقول انا ما درت والو في حياتي، انا العمر كيجري والناس وصلوا، انا مازال في بلاصتي كندور. يعني هادو من بين الحويجات لانهم كيستدعيو انك على الاقل تغير وتبحث على واحد الطمأنينة داخلية. مثلا اول حاجه يعني باش نبدلوا هاد العادات ونبداو عادات جديده، هي نبدلوا واحد المشتتات ونركزوا على حاجه وحده. يعني داك كثرة التشتت خاصنا نحاربوه ونبداو نركزوا على حاجه بحاجه. مثلا انا التليفون عندي داير فيه دوك الاشعارات، كل مره كيصوني دوك الاشعارات شي حاجه، شي خبر، يعني شي صفحه من الصفحات، ولا شي واحد لاح شي فيديو، ولا شي ريلز، ولا يعني كتبدا تجري. انا الدماغ ديالك كيبغي يمشي يشوف، يعني الفضول تعرف اشنو كاين. هذه حاجه واحده، يعني نقص من هذوك الاشعارات ديال الهاتف. تاني حاجه هما الاخبار. دابا الاخبار في العالم مثلا في التلفازه، ولا كتشوف على التليفون ديالك، اخبار كلها كتجيب لك غير شي حاجه حزينه، ما كتجيبش لك شي حاجه يعني فيها يعني هي اخبار. هذاك راه هو السير الخط التحريري ديالهم، يعني هذيك هي خدمتهم، يعني كيقدموا لنا اخبار يعني للعالم. يعني حاول تجرب انك واحد 24 ساعه ما تعرف حتى شي حاجه، تحاول ما تعرفش اصلا اش واقع في الدنيا. اشنو عندك انت في هاد الدنيا اللي غادي تقلق وخاصك تعرف اشنو فيها؟ مالك انت يا جو بايدن ولا ترامب، ولا خاصك تعرف على مضيق هرمز، وعلى الغازوال شحال دار، وعلى سميتو ماطيشه غلات وبطاطا رخصت ولا هادي. يعني خاصك تعرف الاسعار وتعرف اش واقع، وتعرف بعض المواقع الالكترونيه، ديك المواقع اللي في هذا قتل هذا، هذه قتلت هذه، هذا خان هذا، هذه خانت هذه، هذا خرجوا الجثه ديالو من القبر. هذا انت ما اشنو غرضك بهداكشي؟ اشنو غادي تستافد اصلا؟ يعني ما كاين حتى شي استفاده. يعني حاول تقلل من هاد الاخبار اللي مزعجه. انا بالنسبه ليا يعني غير واحد تدير لينا الاضافه اللي تضيف لينا هي الازعاج، اولا شي حاجه طاقه سلبيه. واحد الحاجه اخرى يعني اللي كتشتتنا وهي المقارنات. مقارن او لا تقارن راسك بدوك الناس ديال السوشيال ميديا، هما كيبينوك غير واحد 5%.
هما فين مسافرين، هما فين غاديين، هما كيشريو، هما كيديروا، وانت تتشوف براسك. يعني هادشي مشتت، كتبقى من فيديو لفيديو لفيديو لفيديو، تشوف هادي تشوف هادي، يعني ما تيقدموا لك حتى شي اضافه انت اصلا لحياتك. علاش غنبقى نتابع؟ خصوصا يعني الانستغرام، اشنو كنستافد انا منه؟ من الحاجات الاخرين اللي يعني مشتتات، هي هذيك الدائره المحيطه بك، صحابك، يعني الدائره المحيطه بك، دوك الناس اللي حايطين بك. الا كانوا كثيري الشكوى بعد، الا كنتي انت من الناس اللي مثلا كتشوف واحد صاحبك ولا واحد صاحبتك وتتكون مطلوق معاه ومداصر معاه، وكتبدا تعاود ليه تشكي عليه، فانني نتفادى هاد النوع، يعني الاشخاص المحيطين بيا، اولا اللي انا كنعطيهم طاقه سلبيه ولا هما كيعطيوني طاقه سلبيه، باش انا نحد من هاد الطاقه السلبيه انني ننشرها للاخرين اولا هما يعطيوها ليا، نحاول انا نسد اولا نقلل من هاد الدائره. واحد الحاجات اللي هي من المشتتات وهي كثره الالتزامات، انني التزم مع بزاف ديال الالتزامات كاينين عندي في النهار، نقلل من هاد الالتزامات، باغي نخرج، باغي ندير هاد الحاجه، باغي ندير هاد الحاجه، وبالاخص الالتزامات اللي مع الناس، خاصني نخرج، خاصني ندير، وانت انت في النفس ديالك راك انت ما باغيش ديري ديك الحاجه، ولكن كتلتزم اولا كتعطي الكلمه انني غنمشي وغندير وغنخرج وغنفعل يعني هذه حاولوا تقلوا منها. واحد الحاجه اخرى اللي تاهي من المشتتات هي تيكون عندكم مثلا في الدار ديالكم ولا فين كتنعس هذاك التلوث البصري، اولا يعني عايش في واحد الروينه، بيت ديالك مروان، المكتب ديالك مروان، الالوان غير هادئه، واحد الالوان يعني المستفزه بصريا، يعني هادو من المشتتات. وكيبقى اخطر مشتت هادو نقدروا نلقاو ليهم الحل. اخطر مشتت هو انك تفكر في المستقبل بزاف، المستقبل انت اصلا ما ضامنوش واش غادي تكون فيه ولا ما غاديش تكون فيه، كتبقى تفكر انا خاصني ندير، انا خاصني نفعل، انا خاصني ندير انا، وداك المستقبل اللي مقلقك راه ربما تكون فيه ولا ما تكونش فيه. يعني خاصك تلتزم الحاضر اللي عايش فيه، اللي خاصك تحاول تكون واحد النسخه زوينه منك، وتعيش بواحد السلام وبواحد السعاده ولو نسبيا. يعني نتمنى يكونوا هاد الحويجات اللي قلت لكم يعني استفدتوا منهم، لانني انا جربتهم على راسي وحاولت نقلل منهم، وراه يعني كتشوف ان الحياه ديالك راه غادا شويه في تحسن. نتمنى الا وصلتوا لهنا دعموني بواحد الاشتراك، يعني باش تحفزوني شويه باش نبقى ندير هكا هاد الفيديوهات ديال الرحله ديال التغيير، اولا باش نتغيروا مجموعين ونكونوا واحد النسخه اللي زوينه منا. دمتم بخير ومع السلامه.